السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا في قناة أسهل وأطيب. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة بالصوص الجميل اللي عليها دوت. وصوص اقتصادي جدا وسهل جدا، وهنعمله على البوتاجاز، مش محتاجين خلاط ولا مضرب ولا أي حاجة. وهنشوف احنا عملناها ازاي. أول حاجة يا جماعة هنعمل مع بعض الصوص، علشان خاطر أنا عايزة أحطه في التلاجة يلحق يسقع ويتماسك شوية على بال ما الكيكة بتاعتنا تستوي. معايا كوباية من السكر البودرة، وثلاث معالق كبار من الكاكاو الخام، ونص كوباية مية، ودولت 5 معالق كبار من الزيت، ورشة من الفانيليا. هننزل بالسكر في حلة أو في حاجة عندك، والكاكاو والفانيليا، رشة فانيليا معانا، ونص كوباية من المية، ودول 5 معالق كبار من الزيت. والزيت يا جماعة يا ريت يكون زيت ريحته كويسة، ملوش ريحة وحشة، علشان خاطر يخلي الصوص معانا طعمه جميل وحلو. والصوص ده اصلا بعد ما يخلص هتحسي كأنك بتاكلي شوكولاتة سايحة، مش صوص بكاكاو ومية والكلام ده، لأ ده جميل جدا وطعمه تحفة. هنقلب بقى المكونات على البارد، وبعدين هنرفعها على النار وهنقلب فيها كده لحد ما هنحس ان هي اتمسكت شوية، والصوص ده هيتقل معانا على النار اهو يا جماعة بالشكل ده. اول ما ياخد غلوة واحدة هتبصي تلاقي الصوص تقل معاكي، هتروحي رافعاه على طول من على النار، وريحته في المرحلة دي بتطلع وبتبقى جميلة جدا. هنرفعه من على النار، شايفين لونه يا جماعة عامل ازاي، واللمعة اللي فيه، والقوام بتاعه تقل ازاي، وهو لسه حتى بيطلع دخان. هنحطه بقى، هنسيبه يبرد بره، وبعدين هندخله التلاجة يجمد ويمسك نفسه كده، وبعدين هنخرجه. تاني مرحلة بقى هنعمل الكيكة معانا، كيكة الشوكولاتة. معانا هنا نص كوباية زيت، وكوباية سكر، وثلاث معالق كاكاو خام، وكوباية لبن، وكوبايتين من الدقيق، وأربع بيضات، ومعلقة خل، ورشة فانيليا. ومعانا البيكنج باودر، هناخد منه معلقة كبيرة او معلقة ونص كبيرة، لان الباكو ده كبير. هنجيب شفشة الخلاط، هنعملها في الخلاط. هننزل بالبيض، وبعدين هنحط كوباية السكر، وهنحط رشة الفانيليا، وبعدين هنضربهم بقى يا جماعة في الخلاط لحد ما القوام بتاعهم يفتح كده، ويبقى لونهم فاتح معانا بالشكل ده اهو كده كويس قوي. وهنروح بقى في المرحلة دي نازلين بنص كوباية الزيت، وبعدين كوباية اللبن. كل المكونات دي يا جماعة بدرجة حرارة الغرفة، يعني مفيش حاجة ساقعة او لسه خارجة من التلاجة. بعد ما ضربت بقى المكونات دي مع بعضها يا جماعة، الكاميرا كانت مقفولة، معلش انا اسفة. ما كنتش اعرف ان الكاميرا ما كانتش بتصور. نزلت السائل اللي في شفشة الخلاط في طبق، ونزلت بكوبايتين الدقيق والكاكاو ومعلقة الخل. ورحت مقلباهم كده مع بعض بالشكل ده اهو لحد ما وصل للقوام دوت معانا. قوامها جميل جدا. هجيب بقى صينية معانا وهدهنها دهنة بسيطة من الزيت، وبعدين هنزل بقى بالكيكة بتاعتنا الجميلة ديت. قد ايه هي سهلة وبسيطة، ومكوناتها موجودة عندنا في البيت، وطعمها تحفة، وان شاء الله هتعجبك بالشكل ده. هسويها بقى عشان ما تبقاش مميلة من جنب وجنب، وهخبطها بقى خبطتين كده على الرخامة. وانا مولعة الفرن من قبل ما ابدأ في الكيكة ديت على درجة حرارة 180، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. واستوت معانا اهي بالشكل ده، وهختبرها معاكم بخلة اهي يا جماعة، طلعت نضيفة معانا. هبدأ بقى اعمل فيها فتحات كده بالخلة ديت، هفتحها كلها بالشكل ده. طبعا يا جماعة الكيكة سخنة لسه خارجة من الفرن، وهجيب كوباية لبن ساقعة خارجاها من التلاجة، وهحط عليها معلقة سكر ومعلقة صغيرة من الكاكاو، وأقلبهم مع بعض.
وبعدين هروح نازله باللبن الساقع على الكيكه وهي سخنه. ما ينفعش طبعا الاتنين يكونوا سخنين، لان بالطريقه ديت الكيكه هتبص تلاقيها اتعجنت منك. بتكون الكيكه سخنه لسه طالعه واللبن لسه ساقع. بروح رشاها كلها كده باللبن دوت. هي بقى هتشرب كل اللبن ده وهتبقى طريه جدا من جوه وحلوه. هسيبها بقى تتشربه براحتها وبعدين نرجع لها. خرجت بقى يا جماعة الصوص اللي احنا عملناه من التلاجة، هو قعد في التلاجة حوالي 4 ساعات. شايفين قوامه بقى عامل ازاي؟ تماسك وتقل معانا ولونه تحفة وطعمه يا جماعة جميل جدا وريحته جميلة كأنك مسيحة شوكولاتة بالظبط. هيعجبك جدا الصوص ده، اعمليه بالطريقة دي ان شاء الله وهيعجبك. شايفين تقله وسمكه ولونه جميل واللمعة اللي فيه. هننزل بقى بالصوص دوت على وش الكيكة بتاعتنا، هنحطه عليها كلها. هننزل بقى بالشكل ده، هنوزعه عليها كلها من فوق. مديها طعم جميل جدا يا جماعة وريحتها تحفة. هتعجبك ان شاء الله بالطريقة ديت. وصوص اقتصادي جدا، مش مكلف ولا حاجة وما خدش مننا اي وقت. بالشكل ده اهو يا جماعة، شايفين اللمعة والجمال اللي فيه. صوص اقتصادي جدا والله وهيعجبك ان شاء الله. بالنسبة بقى للوش، انا هنزل كده بشوية سبرينكل كده ابيض، بس هنكسر اللون. انتي بقى التزيين دوت براحتك، انتي حطي اي حاجة تعجبك بالشكل ده. وهقطعها بقى بالسكينة. هي ادتني يا جماعة 12 قطعة، قطعة متوسطة كويسة مش صغيرة. وهنشوف واحدة مع بعض اهي يا جماعة، شايفين جميلة جدا معانا. والصوص مديها لمعة من فوق وجميل جدا وقوامها حلو ومرتفعة معانا. وهنحط بقى واحدة في طبق وهندوقها كده مع بعض ونشوف قوامها من جوه. هندوقها بقى مع بعض. شايفين يا جماعة طرية جدا ازاي معانا وقوامها كويس جدا وتحفة. والصوص على الوش ونازل كده من على الجناب، جميلة جدا والله وهتعجبكم ان شاء الله. وده الشكل النهائي معانا. واتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.